اول حاجه تعملها لما تدخل كليه، روح اتكلم مع عيلتك واتفق معاهم على مصروف شهري ثابت. انت خلاص كبرت، مش كل ما تيجي تنزل يدوك شويه فك. حدد معاهم رقم ثابت يبقى معاك كل اول شهر، وطبعا كل ما الرقم ده يبقى اكتر كل ما يبقى احسن، انت وشطارتك معاهم يعني. المصروف الشهري ده تتعلم تعمل بيه ميزانيه وتصرف بيها على المواصلات، اكلك، شربك، الجيم، النت، كل حاجه انت بتصرفها خلال الشهر تبقى من ميزانيه انت عاملها من المصروف ده. ولازم تسجل كل حاجه بالورقه والقلم، دفعتها على ايه وبكام. صدقني لو اتعودت تعمل ده من اول سنه في الكليه، الموضوع هيبقى معاك عاده تكمل بيها طول حياتك، هتشكرني عليها بعدين. النصيحه دي بقولها لك عشان ده اللي حصل معايا بالظبط. انا اول ما دخلت الكليه كنت اول كام اسبوع كنت بفضل اقول لهم في البيت عايز فلوس، نازل خارج، في فلوس ورق وملازم، كل شويه عايز فلوس. لحد ما في مره رحت لبابا عايز فلوس، فلقيت الحاج في مره جاي يديني 600 جنيه وقال لي ده مصروفك الشهري كله، ما تصدعنيش تاني. فانا ساعتها اخدت 600 جنيه وصرفتهم كلهم في اسبوعين 3. ورحت له تاني قلت له عايز فلوس، قال لي صرفتهم على ايه؟ قلت له يعني صرفتهم على حاجات كتير مش فاكرها. قال لي ما دام مش فاكرها مش هديك فلوس تاني، واستنى بقى للشهر الجديد لما تاخد ال 600 جنيه. انا اتضايقت طبعا، وكنت المفروض خارج مع صحابي بس ما خرجتش عشان معيش فلوس، وفضلت مستني لحد الشهر الجديد لحد ما خدت 600 جنيه. 600 جنيه ساعتها كان لسه الدولار خد بالك ب 8 جنيه، فهو كان رقم كويس. ما كانش رقم قليل ان هو ما يكفيش يعني، ولا رقم عالي ان انا اعمل كل حاجه في طموحاتي، لا كان رقم متوسط. هنا اتعلمت اول درس في حياتي في الكليه، غير المذاكره والمحاضرات والمواد، ان انا اعمل ميزانيه واكتب كل حاجه بصرفها. وفعلا من اول الشهر بدات اكتب واسجل دفعت كام مواصلات، دفعت كام ورق وملازم، دفعت كام اشتراك النت، دفعت كام رصيد تليفون، كل حاجه بقيت اكتبها. وانت كمان في الكليه مهم تعمل ده، حتى علشان العيله عندك يشوفوا ان انت خلاص كبرت وبقيت واعي وبتخلي بالك من فلوسك. تاني سنه في الكليه الحاج زود المصروف خلاه 700 جنيه عشان جبت جيد جدا في سنه اولى. فانا بالنسبه لي كان تمام قوي، انا اصلا مكفي حياتي على 600 جنيه، فال 100 جنيه الزياده دي بقيت احوشها او اصرفها على اللي انا عاوزه. هكون صريح معاكم برضو واقول ان انا لما كنت بروح مصيف او عايز اخد كورس معين كانوا بيدوني الفلوس بتاعته لوحده، ما كانتش بتتحسب من المصروف الشهري. ثالث سنه المصروف بقى 800 جنيه برضو عشان جبت مجموع كبير. وهنا الواحد دماغه بدات تربط ان كل ما الواحد يجتهد ويعمل اللي عليه ده ربنا هيرزقه ويخليه ياخد فلوس اكتر. و800 جنيه بالنسبه لي بقى رقم كويس جدا وبقيت عايش حياتي. لما وصلت سنه رابعه المصروف بقى 1000 جنيه. خد بالك ده كان ساعتها رقم محترم قوي، وانا كنت بعمل كل حاجه نفسي فيها وعايش باشا. لما اتخرجت من الكليه على طول الحاج قال لي خلاص كده روح بقى دور على شغل، مفيش مصروف. قلت له طب يا حاج انا لسه مخلص كليه من يومين، طب استنى حتى الاقي شغل لسه بدور. قال لي ماليش فيه. ودي كانت اول مره افضل 3 شهور الصيف من غير اي فلوس ومن غير اي مصروف، بس انا الحمد لله كنت محوش فلوس على جنب وكنت بصرف منها شويه شويه. المهم لقيت شغل بعد 3 شهور وكان سيلز، كان المرتب انا فاكر 1200 جنيه بالظبط. ركز بقى، في الوقت اللي الطلبه فيه بتتخرج من الكليه وبيقولوا ايه الشغل اللي ب 1200 جنيه ونعمل بيهم ايه ويكفوا ايه، انا بالنسبه لي كان تمام جدا. ده كان اكتر من اكتر مرتب انا خدته قبل كده اللي هو المصروف اللي هو 1000 جنيه. فال 1200 جنيه ده بالنسبه لي زياده، واشتغلت وبقيت اصرف 1000 جنيه بس على نفسي واحوش 200 جنيه. وبعدها رحت شغل تاني كان المرتب 1600، فبالنسبه لي كان حلو قوي، ده انا حتى كنت بروح البيت معايا كيس فاكهه اللي هو وبعدين رحت اشتغلت في شركه تانيه كان المرتب 2000 جنيه، وبعدين رحت اشتغلت في شركه تانيه كان المرتب 3600، وهكذا. الموضوع كان عمال يزيد مع الوقت، كل مره كنت بكفي حياتي على قد المرتب بتاعي. ولما كنت بروح شغل جديد بفلوس اكتر ده بالنسبه لي كان فائض، فلوس اكتر من احتياجاتي، فكنت بعرف احوشها واستثمرها. انا بدات استثمر وانا في ثالثه كليه بالمناسبه، هبقى احكي لكم على الموضوع ده بعدين. القصه اللي حصلت معايا دي في جمله مشهوره قوي بتلخصها: always live below your means، يعني دايما عيش في مستوى اقل من امكانياتك، والزياده حوشهم واستثمر. يعني لو اقصى عربيه تقدر تشتريها جديده هي المرسيدس، اشتري تويوتا. لو اقصى حاجه تويوتا اشتري فيات. لو اقصى حاجه فيات اشتري سكوتر. لو اخرك سكوتر اركب مواصلات. الفكره ان في اي حاجه انت بتستخدمها او بتشتريها دايما خليك في مستوى اقل درجه او درجتين من امكانياتك. الطريقه دي مش هتخليك تتزنق او تتداين عشان تعيش في مستوى اعلى منك. انا حسين النسر، هساعدك تحدد ايه المستوى المادي المناسب ليك واخليك تكون ماني مانجر.